الى كل محبين الجمبري اجمعوا هنا، الفيديو ده ليكوا. احنا النهارده هنطلع بننور. دي شيراتون وده شارع البحر، والنهارده جربت محل فاست سي فود وهو فيش باي. وسريعا كده، يعني ايه محل فاست سي فود؟ يعني من الاخر هتطلب الاوردر ماكسيمم نص ساعه والاوردر هينزل لك. جمبري مقلي بقى، ريزو جمبري، سندوتشات جمبري، الحاجات اللي هي كلها فوسفور دي. المحل ده عامل شويه اوفرز كده، جربت منهم واحد وهو عباره عن سندوتشين جمبري ومعاهم 2 كول سلو وصوص ولتر بيبسي. ابتديت اول حاجه بالكول سلو، قشطه يعني قد الغرض، بس المهم السندوتشات. اول سندوتش هو الكلاسيك شريمب، وده بيكون عباره عن صوص رانش وعليه خس، وبعد كده الجمبري وعليه من فوق صوص شيدر. وبصوا يا جماعه، انا بحب الجمبري، والسندوتش نفسه الصراحه كان بسيط كده خالص. طعم الجمبري كان حلو، وشويه الصوصات الخفيفه اللي حواليه دي مع الخس الصراحه برضو كان طعمهم حلو قوي. ويبقى احلى بقى لو اخدت كده صوص الباربيكيو نزلت على السندوتش وبس بقى، خلاص ده في حته تانية في حته تانية. عارف القطمه دي هتنزل في قلبك. ونخش بقى في السندوتش التاني وهو السموكد شريمب، وده بيكون جمبري وسلامي وخس وصوص مدخن اللي هو يعني صوص تيستي. وبص بقى يا سيدي، لو انت بتحب السلامي والجمبري زي حالاتي السندوتش ده يعجبك قوي. وبرضه ممكن تحط لك توت باربيكيو كده من فوق وتضرب السندوتش. خلاص خلاص احنا جايين نتبسط. وبيجي برضه مع الاوفر ده لتر بيبسي، نصب لنا كده منه كوبايه. واقول لكم على سعره، سعر الاوفر ده 135 جنيه. وهم عندهم كام اوفر كده برضه كمان، سندوتش وكول سلو وصوص وبيبسي ب 75 جنيه، او 2 ريزو باربيكيو وكول سلو وبيبسي ب 85 جنيه، او 3 سندوتشات ومعاهم 3 كول سلو ولتر بيبسي ب 190 جنيه. ويلا بينا نخش على اللي بعده، سندوتش باربيكيو بي بسعر 85 جنيه، وده بقى لمحبين السويت اند ساور او ليا، ايهما اقرب يعني. عباره عن ايه بقى السندوتش ده؟ جمبري متغطس في الباربيكيو وتحته كده طبقه كول سلو، فانت بتبقى واخد السويت اند ساور كده بتاع الموضوع. انا اصلا من زمان وانا بعمل السندوتش ده، ومن زمان ان انا بنادي كل المحلات ان هم يعملوا زيه، بس ما كانش الصراحه بالجمبري، كان بالفرايد تشيكن. بس برضه بالجمبري الصراحه حلو. انا بحب الميكس بتاع الكول سلو مع الحاجات الحادقه. وبعد كده بقى جربت السموكي ريزو، وده بيكون عباره عن قطع جمبري عليها تركي مدخن، عليهم من فوق صوص بيك تيستي، وتحت بقى الرز المبهر، وسعره 60 جنيه. بصوا هي التوبينجز كانت حلوه قوي، بس الفكره كلها ان الرز كان شايط سنه بسيطه، وقلت ما ينفعش اجي محل سي فود من غير ما اجرب شوربه السي فود بتاعتهم، فعشان كده طلبت شوربه سي فود سعرها 65 جنيه. هيجي بقى حماده بي ويقول لي هو في حد بيشرب شوربه في اخر الاكل؟ هقول له بص يا حماده، بص يا حماده، انا بشرب شوربه في اخر الاكل، انا بعمل اي حاجه يا عم، انا اللي باكل، هو انت اللي بتاكل؟ انا اللي باكل. وديني اتلسعت اهو يا حماده، وديني اتلسعت اهو، هسيبها بقى لاخر الاكل كله بقى فعلا. فعقبال ما الشوربه تبرد بقى، دخلت في طبق الماكن تشيز بالجمبري اللي سعره 110 جنيه. بصوا الطبق ده بقى كان عالمي، طعم الجبن اللي فيه كانت رايقه قوي، وبالذات الجبنه الشيدر كان طعمها باين جدا في الطبق. الجمبري كان كتير في وسط الطبق، هو فعلا الطبق ده حلو قوي، يمكن يكون اكتر حاجه عجبتني هناك اصلا. وبعد كده بقى دخلت في الشريمب باتر فلاي، ودي بتكون وجبه بيجي معاها صوصين وبطاطس او رز، وسعرها 110 جنيه. والجمبري بقى بيبقى راس وديل كده مفتوح من النص مقلي، طبقه البريدنج اللي عليه دي طعمها حلو قوي. والجمبري نفسه الصراحه كان تخين معبي لحم كتير، وسواء مع صوص السويت اند شيلي او صوص الباربيكيو، فالميكس بتاع الاطعمه بين الاتنين كان حلو قوي. فوجبه الجمبري دي ارشحها بقوه، بس هما بس ممكن يقعدوا الجمبري شويه زياده في التتبيله. المهم، وعندنا في حماده رجعنا تاني بقى للشوربه اللي الجمبري فيها كان كتير، بس هي الصراحه كانت خفيفه قوي. اعتقد كانوا محتاجين يزودوا فيها الكريمه شويه فتتقل، فتبقى القوام بتاعها احلى من كده. تلاقي حماده دلوقتي فرحان فيا عشان الشوربه ما طلعتش على ذوقي. وفي اخر الفيديو ده بقى تعالوا الخص لكم تاكل ايه من فيش باي. بالنسبه لي الماكن تشيز بالجمبري هناك كانت توب التوب، والسندوتشات بوجه عام بالذات الباربيكيو باي، ويجي بعدهم وجبه الباتر فلاي دي برضو كانت حلوه قوي، والريزو بس يعالجوا مشكله الشياط. وبس كده، شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف ويز اباظه. سلام.